اهلا بكم من جديد. النهارده هنتكلم عن اسرار مثيره وراء انفصال محمد رمضان عن زوجته الاولى. طبعا استحملت معاه الفقر وما قبل الشهره وبدات معاه من تحت الصفر، ولما اصبح بقى نمبر 1 فرط فيها وتخلى عنها بسبب الشهره. محمد رمضان ساب مراته الاولى ودور على واحده تانية عشان برستيجه، واحده تليه بحياته الجديده بعد الفلوس والعز. مين بقى زوجة محمد رمضان الاولى وازاي حبها وارتبط بيها وباعها بعد شهرته؟ هل مراته التانية خطافة رجالة؟ ليه وهو متجوزها أصلا بعد الانفصال؟ ما كانش بيظهر معاها ومخبيها عن الجمهور، على عكس طبعا اللي بيعمله مع مراته التانية. أسرار وحكايات مثيرة في حياة محمد رمضان الشخصية، ما تقلش عن تصرفاته وأفعاله اللي طبعا بتقلب الدنيا. محمد رمضان ثقة في الله طبعا الترند بتاعه، ومرزق في تصريحاته وتصرفاته الغريبة اللي بتعرضه دايما للانتقادات والهجوم. ولما طبعا تعرف أسرار في حياته الشخصية واللي طبعا عمله مع مراته الأولى وأم بنته حنين، مش هتستغرب طبعا قوي، لأن ده طبعا ده نمبر 1. محمد رمضان بقى لما حب يكمل نص دينه كان عنده 20 سنة وطلب من أهله يدوله مهلة 5 سنين. ليه بقى؟ عشان يكون نفسه، لأنه كان لسه على الله وقتها. وفي بداية طبعا مشواره الفني وفجأة حصلت حاجة قلبت حياته رأسا على عقب، والظهر لعب معاه وقدر يتجوز زوجته الأولى في 2008، وكانت من بره الوسط الفني وكانت محجبة. وده طبعا لما كان بيمثل في مسرحية يمامة بيضة وما التزمش بالنص وارتجل على المسرح. شافه طبعا أمير عرب وأعجب بيه جدا، واداله قلم بساعة فيها 30 فص ألماظ هدية طبعا. وربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا، لأن حصلت خناقة بينه وبين علي الحجار على طبعا اللي عمله في المسرحية، وطرده من المسرح. فقرر محمد رمضان ان هو يبيع القلم ده، واكتشف ان سعره وقتها 150 ألف جنيه، وفعلا عمل كده واتجوز بالفلوس دي. لكن بعدها ب4 سنين حصل خلافات كبيرة بينه وبين زوجته وانفصلوا عن بعض بعد ما خلف منها طبعا بنتهم حنين. رمضان ما كانش بيظهرها خالص للأضواء ولا بيتكلم عنها وهي على ذمته ولا حتى بعد الانفصال، وكل اللي بيربطوا بيها بنته الكبيرة حنين. بس في نفس السنة وبعد كام شهر من انفصاله اتجوز رمضان للمرة التانية نسرين أبو النجا، وما عملش طبعا فرح رغم ان وقتها كان نمبر 1 طبعا على سن ورمح. هنا الدنيا ساعتها قامت عليه بسبب سرعته طبعا في الجواز، والجمهور هاجمه انه بعد الشهرة باع مراته عشان القرش جري في ايديه، وانه طبعا علشان محجبة ما بقتش مناسبة لوضعه وبرستيجه، وانه كان على علاقة بنسرين قبل انفصاله. طبعا ده السر طبعا، لكنه نفى الكلام ده وقال انه لما طلق زوجته ما كانش معاه فلوس اصلا وما كانش مشهور، بالعكس ده استلف فلوس عشان يدفع لها النفقة بتاعتها. رمضان دايما بيصرح ان نسرين هي حب حياته، وقال هي الوحيدة اللي بتفهمه وبتستحمله طبعا ومقدرة ظروف شغله. ورغم انفصال طبعا رمضان عن مراته الأولى، إلا إن علاقته طبعا ببنته الكبيرة حنين كويسة جدا، ودايما بيظهر معاها في الصور والفيديوهات. طبعا آخرها لما شاركت معاه في كليب مصباح علاء الدين، والشبه بينهم كبير جدا في إثارة طبعا للجدل وتصدرهم للترند بأفعالهم الجريئة. والحق يتقال إن محمد رمضان ما سعاش إن هو يخفي مراته الأولى ولا يظهر ويتباهى بمراته التانية، لكن الصدفة هي اللي ظهرت نسرين في الإعلام لما تعرضت طبعا لوقعة بعربيتها واتحكم على السواق بتاعها بالحبس، لأنه كان السبب في رحيل سواق تاني، ووقتها اتصابت هي وصاحبتها. رمضان بقى بينه وبين الترند والشائعات عمار كبير جدا، ومفيش ساعة تعدي إلا وتطلع شائعة تقطم وسطه، بس هو واقف ثابت ومش عايز حركة، ثابت على المبدأ ثابت. زي الشائعات طبعا بتاعت ارتباطه بحلا شيحة بعد ما عملوا مسلسل زلزال. والغريبة إن رد محمد رمضان بيكون مفاجأة للجميع بصورة مع مراته نسرين، وكمان نجاحاته اللي مكسرة الدنيا ومحدش يقدر يقول تلت التلاتة كام على اللي بيعمله طبعا. ولا انتوا شايفين ايه؟ شاركونا طبعا برأيكم في التعليقات.